في يوم 25 أيلول سبتمبر عقد اجتماع لرؤساء الوفدين الرسميين لجمهورية تاجيكستان وقرغيزستان عند نقطة التفتيش الحدودية كزلبيل على حدود تاجيكستان وقرغيزستان. عقد الاجتماع تحت قيادة رئيس اللجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية تاجيكستان سيمومين يتيموف ورئيس اللجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان قمشبيك تشيف، حيث أكد الطرفان مرة أخرى على ضرورة استمرار المفاوضات وحل المشاكل القائمة عبر القنوات الدبلوماسية. تناقش سيمومين يتيموف وقمشبيك تشيف رئيس منطقة السغد ورئيس منطقة بوتكنت وجهات النظر حول تنفيذ بروتوكول الموقع وتعزيز السلام والاستقرار على حدود الدولتين جمهورية تاجيكستان وجمهورية قرغيزستان. وتم التأكيد على أنه ينبغي إعادة جميع المعدات العسكرية إلى مكان انتشار دائما، وينبغي للأطراف حل مشاكل ناشئة بروح التفاهم والتبادل. وقيل إنه من الضروري أنه يسود السلام بين سكان المناطق الحدودية ولا تزال العلاقات الودية قائمة بين الشعبين. لقد عاش التاجيك والقرغيز جنبا على جنب لعدة قرون. ونحن جيران وصلنا إلى عقد بروتوكول السلام بين البلدين، لأنه تعزيز الأمن والسلام مهم جدا للصداقة والتفاهم بين قرغيزستان وتاجيكستان، ونستخدم كل الإمكانات للتعزيز وتحقيق الصداقة والإخلاص بين البلدين. اليوم حصلنا بروتوكول السلام والاستقرار والأمن خلال المفاوضات بين هيئة المشتركة لدى جمهورية تاجيكستان وجمهورية قرغيزيا، ونستفيد كل الإمكانيات الموجودة لتخفيض اشتباكات والنزاعات بين البلدين، ونحن نأمل لتعزيز الأمن والاستقرار الدائم في الحدود التاجيكية والقرغيزية على أسس البروتوكولات الماضية والحالية.